الاب بيدي لبنته كرتونه مكتوب عليها جعانه، وبيقطع لها هدومها وبيديها عكاز وبيقول لها روحي اشتغلي، وبيكون مشرب بنته عشان تشحت، وهي واقفه بتشحت بيكون واقف جنبها عشان ما تهربش، واي حد يديها حاجه بياخدها هو. وفي واحده بتشوفها زعلانه وبتقول لها تعالى اجيب لك تيشيرت عشان الجو برد، وابوها بيشاور لها عشان ما تتحركش، بس بتروح معاه وفعلا بتشتري لها تيشيرت وبتديها فلوس كمان ليها، وبتقول لها على مكان بيتها لو احتجت اي حاجه تعالي. وبعد ما بتمشي ابوها بيزعلها عشان راحت معاها وما سمعتش كلامه، وتاني يوم بتقول لها مش عايزه اشتغل شحاته تاني، وبيضحك عليها بيقول لها انا بعمل كده عشان اجيب لك اللي انت عايزاه، بس برضه البنت بترفض تشحت تاني، وبتشتمها بيقول لها تشتغل غصب عنك، فبتهرب وتروح على البيت الست اللي جابت لها التيشيرت، بس ابوها بيلحقها وبياخدها وبيطلع يجري، ولما بيروح البيت بيقول لها انا هحبسك لمده شهر، بس البنت بتخاف وبتطلع تجري، ولما بيجوا وراها بيقع، فالبنت بتروح على البيت بتاع الست اللي جابت لها الجاكيت، وبتقف بره لحد ما بتخرج، وبتدخل على بيت عشان جعانه عشان تاكل اي حاجه، بس لما بترجع بتلاقيها موجوده وفي بيتها ومغمى عليها، وبتحكي لها على ابوها بيعمله، وبتقرر تبلغ البوليس وتحبسه، وبتقرر تبناها هي وبتعاملها زي بنتها بالظبط، وما